طفلة 3 سنوات، وسوف نطلب منها أن تتقدم معنا. أجي يا بنتي، أجي أسيا. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. فتح الله عليك. أكرمك الله. أسيا حجاري 3 سنوات، تحفظ ما تيسر من كتاب الله على قدر مستطاعها، تحفظ على يد والدها، وللأسف لم يتمكن لظروف العمل أن يكون حاضرا معنا بالاستوديو، لكن أعطانا أمانة كبيرة وهي الصغيرة أسيا. تسمعينا شي حاجة من القرآن الكريم؟ شنو تسمعينا؟ نعم. سورة اقرأ. نعم، إذا فلتتفضل آسيا. نعم تفضلي. بلاصتك وقري. اقرأ. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بارك الله في أسيا حجاري، وتحية للأخ عادل حجاري والد الطفلة الصغيرة وهي في عمر الزهور. ما رأيكم شيوخ الأفاضل في هذا النموذج الطيب؟ أسأل الله أن يبارك فيها إن شاء الله في والديها. يعني رأيتها وهي تحرص حرصا تاما على تطبيق القواعد. شجاعتها في الأداء. جميل. يرى الإمالة. جميل. الأكرم علم الإنسان. جميل. يعني احنا نجد صعوبة عند الأطفال في تطبيق هذه القواعد الهامة. احنا في بدايتنا لتعليم الأطفال في السن اللي هي ربما أكبر من الطفلة فقط نقتصر على حكم أو حكمين، ولكن رأيت الطفلة يعني طبقت أكثر من 4 أحكام: إقلاب وإدغام وإمالة. وجميل جدا. بارك الله فيها يا رب. ونغفر لها أنها صغيرة، ما زالت صغيرة ولم تقوى على النفس. فهي وإن كان يتقطع النفس فإننا ندرك أنها أرادت أن تأتي بالقاعدة، إلا أن نفسها كما قال السي حديدي طبقت يعني قواعد ما استطاعت من الأحكام، منها الإمالة فهي طبقت تدقيق الأحكام. إن لم نقل حكما واحدا هي التي تركت كاذبة خاطئة فقط. هي خطأت في خاطئة. هي خطأت في قوله خاطئة، وإلا فكان التطبيق كلام من جميع القواعد التي تضم هذه السورة. من الأشياء الصعيبة الإمالة، أشياء صعبة على كثير من القراء أن يأتوا بالإمالة. أتت بالإمالة وبترقيق الراء لأجل الإمالة. هذه أشياء جميل. الحمد لله. الذي أقول في الحقيقة هذه رسالة للآباء في تربيتهم للأبناء.
وهذا عملا، هذا الأب في الحقيقة عمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وحب القرآن. هذه الطفلة في الحقيقة هي نموذج، هي ناشئة، نموذج من نماذج اللي على كل أب وأم أن تربي ابنها وابنتها على حبها لكتاب الله تعالى. فهذا نموذج في الحقيقة، نموذج من نماذج ناشئات المغربيات. صلى الله تعالى أن يبارك.